مساء السعادة على كل أخ وكل أخت. تجاربنا اليوم تجارب كلها من ناس موجودة، تجارب فعلا بتحصل وحصلت مع ناس حقيقية. تجارب منها من مصر ومنها من ليبيا. تعال نسمع مع بعض ايه اللي حصل مع الناس دي على لسان صاحبهم. يلا بينا ونسمي الله يا جماعة، ويا ريت محدش يستهون باللي بيحصل ده، عشان بجد الحاجات دي فعلا حصلت لناس موجودة بجد. يلا بينا ونسمع مع بعض. أستاذ ناجي أستاذ ناجي بيقول اللي هو في يوم من الأيام كان في بنت جميلة أوي، من كتر جمالها أي راجل يشوفها يعني يموت عليها، نفسه يتجوز البنت دي. لكن للأسف ملهاش أي حد خالص غير أب واحد. الأب ده كان بيتمنى لها كل حاجة بعد وفاة أمها. البنت فيها حاجة حلوة أوي، بتعرف تقرا الناس، أي حد يدخل عليها بتعرف تقرا فكره. من كتر ما هي بتقدر تقرا الناس، في واحد بقى مش عاجبه كده. في واحد اصلا عيشته كلها حرام في حرام، ما بيحبش اي حاجة حلوة اي حاجة كويسة. الناس دي عايشين في ليبيا. الراجل ده حب يتجوز البنت دي، مش عشان بيحبها، لا، عشان البنت دي بتساعد الناس في الخير. اي حد يحصل له اي مشكلة تفضل قاعدة جنبه وتقراه، وتقول له انت هيحصل عندك كذا وهيحصل عندك كذا، ما تعملش دي عشان انت هتقع في مشكلة زي دي، هتخسر مالك وهتخسر حالك وهتخسر كل حاجة. وطبعا الراجل التاني بيبيع كل حاجة، بيبيع مخدرات ماشي، بيبيع سلاح ماشي، بيتاجر في أعراض الناس ماشي. راجل ما يتقيش ربنا، من مصلحته اللي الناس دي يحصل لها أي مشكلة، عشان هو أصلا اللي بيبيع المشاكل، بيبيع أي حاجة، رزقه كله على أي خسارة الناس بتخسرها، على أي مشاكل الناس بتعملها. الراجل ده عاوز يتجوز البنت دي، بس سمعته ما شاء الله، بلد كلها عارف اللي هو راجل كله حياته شمال في شمال. راح للبنت وهدد أبوها، مش حتى يدخل كده بكل احترام وأدب، هدده اللي هو هيقتله أو يقتل البنت. البنت طبعا زي العادة بتقرا، وعرفت إن الراجل ده كله شر، بس طبعا خافت على أبوها، وافقت على الجواز. انت ممكن تقول الحاجات دي سمعناها في الأفلام كتير، بس للأسف الحاجات دي فعلا حصلت لوحدها. المهم يا اخواتي جوازت الراجل ده رغم ان هي خايفة منه، بس اتجوزته. لكن في نفس اليوم، يوم فرحهم، بعد ما المعازيم كلها خلاص مشيت خلاص، الراجل ده حب ينتقم من البت دي، واللي هي ما قدرش تقراه ان هو كان عاوز يموتها. الراجل ولع في البيت، ما سابهاش حتى تعيش او حبسها، لا، ولع فيها صحية. طبعا محدش قدر يعمل اي حاجة لان كل اللي موجود العصابة بتاعته، رجالته، فبالتالي محدش هيلحق البت اصلا، ان المعازيم كلهم خلاص كل واحد راح لحاله. وبالفعل البت ماتت، والراجل ده من يومها محدش عارف راح فين، خد رجالته وهرب برا البلد. الغريب بقى والمرعب
لحد وقتنا هذا ناجي بيقول إن في حد ساعات بيخبط على بيبان القرية كلها وبيصوت ويستغيث، وكلهم عشان عارفين صوت البت، هي نفس صوت البت اللي اتحرقت، عشان كانت بتقرا الأهالي وكانت بتنقذهم، والأهالي كلهم كانوا بيحبوا أصلا البت دي، والناس كلها دوروا على الراجل، محدش عارف هو راح فين، اختفى تماما. لكن البنت كل يوم في نفس الساعة اللي الراجل ولعها أو حرقها وقتلها، البنت دي بتخبط على البيوت كلها، وفي ناس بتشوفها بنفس فستان الفرح وهي بتجري في الشارع وبتصوت على أمل إن حد يلحقها. تصدق ولا لأ؟ بس للأسف ده حصل بجد. معانا بقى التجربة التانية، أخت الأستاذ ناجي من ليبيا. أستاذ ناجي بيقول في يوم عيد ميلاد أخته، شابة عندها 25 سنة، محترمة جدا ومتدينة جدا، ما بتسيبش فرد. في بقى واحدة زميلتها متضايقة منها وقرفانة منها. بالمناسبة أخته أصلا كانت لسه مخطوبة جديد، الاتنين بيحبوا بعض، بس بقى غيرة البنات، واحدة بتغير من أخت ناجي وكمان عايزة تاخد خطيبها. هي بتعشق خطيبها، لكن أخت ناجي بتحب خطيبها والاتنين بيحبوا بعض، ومش في دماغهم أصلا البت اللي هي بتغير دي، لكن غيرة البنات. فجت لها بقى فكرة كده من أفكار الشياطين، جابت لها هدية حلوة قوي، عروسة زي ما أي بنت بتحب أي عروسة شكلها حلو تنام جنبها. جابت لها فعلا عروسة شكلها جميل. خدت العروسة وقبت الهدية، والعروسة بقت نايمة جنب أخت ناجي على السرير. لكن المرعب بقى إن بعد العروسة دي ما دخلت البيت، حالتها كلها اتبهدلت تماما وتغير حالها. فضلت أكتر من سنة حياتها كلها بايظة، وسخت الخطوبة فعلا. بس الأستاذ اللي هو خطيبها مخطبش البنت التانية، ساب البلد كلها وسافر. لكن أخت ناجي حياتها كلها باظت. سحر. لما بقى دوروا عليها وخدوا بقى وفتحوا لها، عرفوا إن العروسة دي أصلا عليها سحر بالمرض والنسيان أو الزهايمر، وكان هيجيلها المفروض مرض خبيث عشان تموت كده على البطيء تخلص منها. لكن الحمد لله أخته اتفكت، والبنت لما دوروا عليها راح قالوا لأهلها، للأسف لقوا البنت عملت حادثة ومشلولة. استعوض ربنا وقالوا بقى ربنا انتقم من البنت دي، لكن ما يعرفوش بقى ايه اللي حصل وازاي اصلا البنت اتشلت، هل فعلا حادثة ولا ايه اللي حصل لها. محدش اهتم، بيقولوا قضاء ربنا. والحمد لله اخته اتفكت. لكن اتجوز واحد تاني خالص، وعايشة لحد دلوقتي الحمد لله حياة جميلة وسعيدة. بلاش بقى نثق في اي حد مجرد ان هو يقول لك انا جايب لك هدية وشكلها حلو. ساعات المشاكل ما بتجيش الا من اقرب الناس ليك. للاسف يا جماعة الغيرة ممكن تعمل اكتر من كده. التجربة الاخيرة معانا تجربة افظع من التجارب اللي فاتت. واحدة
شابة جميلة عندها 20 سنة. الشابة دي اسمها مريم. مريم كانت عايشة مع أبوها وأمها بكل سعادة. كانت حياة بسيطة جدا. أبوها كان شغال في شركة وكان ميسر الحال. كان مبسوط ماديا وكان سعيد معاهم. لكن القدر لعب لعبته. أم مريم ماتت. القدر دايما ساعات بيلعب بالظروف. لكن الحمد لله. فمريم بعدها مرت بوقت صعب جدا. النفسية عندها اتدمرت. وأبوها كمان النفسية عنده اتدمرت تماما. بدأ بقى يشرب الخمرة وبدأ يشرب حشيش. وشغله بقى خلاص مرة في مرة ما عادش فيه شغل. قعد بيكره حتى يروح الشغل. والفلوس الكتير خلاص راحت بقى على الخمرة والقمار والحشيش والنسوان. للأسف. طبعا مريم في وسط الظروف اللي هي فيها تيجي حد تتكلم مع أبوها اللي كان بيحبها وكل شوية يتمنى لها أي حاجة. مجرد بس إنها كانت تفكر في أي حاجة كل حاجة بتجيلها. مجرد تفكير فيها بس. ومريم بقى بعد الفلوس الكتير أوي دي قعد مديون لطوب الأرض. مضى على نفسه شيكات كتير. وبقى عليه ديون كتير جدا. وطبعا بقى الخمرة والقرف اللي بيشربه ده ما عادش في وعيه تماما. طول الوقت مريم حابسة نفسها في أوضتها. لكن تيجي بقى الساعة 1 بالليل تسمع أصوات متعرفش مصدرها ايه. تطلع برا الأوضة ما تلاقيش حاجة. لكن بتشوف والدها بيعمل تصرفات غريبة. بيكلم حد هي مش شايفة بيكلم مين. وعمال بيصرخ مع حد هي مش شايفة بيصرخ مع مين. في يوم بقى حصل اللي ما هي أصلا ما كانتش مقتنعة اللي ده ممكن يحصل في يوم من الأيام. قاعدة مع والدها كان فايق. كانت مبسوطة جدا اللي هو أول مرة بعد وفاة أمها يبقى قاعد فايق كده. ما كانتش تعرف بقى المشكلة الكبيرة أو المفاجأة اللي هو كان محضرها لها. أب حاول يتهجم على البنت. اتهجم على بنته. حاول معاها مرة. ضربته. طلعت تجري على الأوضة. حتى الحاجة الحلوة اللي هي كانت فاكرة بالأمان خلاص ما عادش حاسة بالأمان مع أبوها. وطلعت تجري على الأوضة بتاعتها. معظم الوقت حابسة نفسها جوه الأوضة. وطبعا الأستاذ من كتر المخدرات اللي بيشربها والكحول اللي بيشربه ما عادش أصلا عارف يعني إيه بنت. يعني إيه بنت حاسة بالأمان مع أبوها. يعني المفروض أنت اللي تحميها. يبقى أنت اللي تعمل بإيدك كده في بنتك. طب إزاي جاتلك منين أصلا الجرأة والفكرة دي. وكتير بقى من المشاكل دي. لكن مريم تما قاعدة بتسمع بقى جوه الجدار نفسه خرابيش وأصوات. وحد كده أكنه بيخبط على الجدار. وهي طبعا بتخاف جدا. لكن هتستنجد بمين؟ بالأب السكري اللي عاوز ينام معاها بالعافية. ولا أمها خلاص ماتت. معندهاش أي حد. ومعندهاش أي حل. إنها تفضل تصوت من كتر الخوف والرعب. تتهد وتنام. حتى الأكل فين وفين لما عادت تاكل. منين؟
ومفيش فلوس خلاص. هتجيب أكل منين ومين أصلا هيديلها الأكل؟ وهي ملهاش أي حد تاني. يا دوب حتة جبنة ويا دوب حتة لقمة لما تلاقيها أصلا. كل يوم تبص على أبوها، في نفس الوقت صعبانة عليها الحال اللي هو قاعد فيه، في نفس الوقت صعبانة عليها حالها بعد ما كانت عايشة عيشة كويسة، عيشة مرتاحة. الحال أصبح غير الحال، حال تاني خالص وعيشة تانية خالص. والأصوات اللي كل يوم عند الجدار، جدار اللي فيه أصوات بتطلع هي مش عارفة منين. بدأت بقى تشوف خيالات كتير، بدأت تسمع أصوات تانية كتير، حد بيتكلم وحد بيندى عليها، تبص ما تلاقيش أي حاجة خالص. لكن مع الأصوات دي بقى بدأت تشوف كلاب شكلها وحش جدا، تيجي تنده محدش سامعها. وفي يوم من الأيام سمعت صوت كلب، صوته مخيف قوي، وفي نفس الوقت الأصوات اللي هي داخل الجدار، وشافت دخان وطيف جوه الأوضة. عايز تفتح باب الأوضة نفسها عشان تطلع تجري، الباب مقفول. والأوضة اللي هي عايشة فيها بقت شكلها حاجة تانية خالص، أوضة كده بقت كلها أحمر، عاملة زي لون الدم. شامة فيها ريحة كده، ريحة نتنة، ريحة وحشة قوي. الأصوات اللي هي طالعة من الجدار دي، الحيطة نفسها بدأت تتشقق، بدأ ينزل منها طوب. حيطة لعمرنا ما كنا نتخيل في جدار أصلا لوحده كده يتشق نصين. أهو للأسف ده حصل. شافت بقى الحاجة المرعبة الأكتر، جثة أبوها. ما عرفتش تعمل طبعا غير الصويت، مش عارفة تعمل ايه، عمالة تصوت وبس. لكن بقى مريم دي جثة أبوها، وفي نفس الوقت سمع صوت أبوها تحت بيتكلم مع حد. طب تصدق مين؟ تصدق الجثة والأشباح اللي ماشية في الأوضة كده عمالة بتصوت وتتكلم معاه وتخوفها. والكلب اللي هو أصلا ما طلعش كلب، كانت تبص مفيش أي حاجة خالص غير أصوات مرعبة وريحة معفنة. الكلام ده كله ما كملش دقايق بالظبط، كل حاجة اختفت. والجدار اللي اتشق نصين والأب نزل منها والجثة نزلت منها، كل حاجة رجعت زي ما هي، ولا في جثة ولا في حاجة اتشقت نصين. لكن المرة دي بقى جت تبص تتأكد اللي بيحصل ده. أبوها اللي هو أبوها كان عاوز تهجم عليها، لقت بقى واحد شكله مخيف جدا، شكله مرعب، مطلعش بني آدم أصلا. قفلت تاني على نفسها الأوضة، تاني يقدر يخش لها في أي وقت، بس كان عاوزها بمزاجها مش غصب عنها. لكن الريحة المعفنة دي جاية من جوه الحيطة. جات لها فكرة، أقل حاجة ممكن تجيلها، فتحت الشباك ونطت. هي كانت قاعدة في الدور التاني، رجلها اتكسرت، طلعت تجري عشان تبلغ أي حد بقى يلحقها. يا إما هتموت يا إما التاني هياخدها خلاص. تاني مش بني آدم، نوع من أنواع الجن العاشق. شافها بقى هي عمالة بتعيط وعجبها، قال لها خلاص أنا عاوز البنت دي، وقرر يعيش معاها. وطبعا بالتالي هو اللي قتل والدها.
فمريم وهي بتجري راحت بلغت، وهو مفيش أي حاجة في الشقة، لكن الحيطة اللي ريحتها معفنة دي فعلا كسروا الحيطة. لقوا جثة الأب متعفنة، مقتولة بقالها فترة. مريم الحكومة خدتها، عاشت في إصلاحية كبيرة، لكن ما كملتش كتير. إنها كانت شابة كبيرة ناضجة. كان في واحد ابن الجيران راح خلاص اتقدم لها، وهي وافقت طبعا على طول. قال لها اللي هو كان بيحبها من زمان، وكان خايف يقول اللي هو بيحبها، عشان طبعا ظروفها كانت هي أحسن منه. كانت هي غنية ومبسوطة، وهو كان فقير، شغال صنايعي كده في ورشة، عايش باليومية. لكن طبعا مريم حكت له كل حاجة، وإن هي خلاص ما حيلتهاش أي حاجة خالص، فقيرة زيه بالظبط. فقال لها اللي هو لسه بيحبها واتجوزوا. هما دلوقتي عايشين عيشة كويسة جدا، والشاب الفقير ده ربنا كرمه، فتح ورشة كبيرة، وقعد حالته أحسن من الأول بكتير. والمفاجأة بقى اللي حكى لنا القصة دي أصلا صاحبة القصة، مريم. اخواتي الحاجات دي فعلا حصلت، وفي مننا ناس كتير أوي بتحصل لها حاجات زي دي، بس بتكون خايفة تحكي إنها مقتنعة إن مفيش حد هيصدقها. خلي بالك، اوعى في يوم من الأيام تتكسف إيدها أو تظن إن أنت لوحدك، ممكن يحصل لك أي موقف. في حاجات كتيرة جدا بتحصل لناس، مشاكل بقى أو أيا كان إيه اللي بيحصل، الغيرة ممكن تعمل أكتر من كده. استنونا ومغامرة جديدة مع قناتكم، قناة قصص عماد. السلام عليكم.